السلام عليكم. طبعا في بعض من حضراتكم قروا الخبر المنتشر بقاله يومين اللي بيقول ان في سيدة في امريكا جالها اصابة بكتيريا مضادة لجميع انواع المضادات الحيوية. الخبر ده ممكن يكون مفاجئ لبعض من حضراتكم، بس هو الخبر ده كان العلماء متوقعينه من زمان، ان هو هيجي علينا وقت البكتيريا مش هتستجيب لاي نوع من انواع المضادات الحيويه، وممكن بعد كده دور مثلا احتقان في الزور ممكن ما يتعالجش باي مضاد حيوي، يقلب معاك بمضاعفات، وان انت ده يبقى سبب للوفاه لا قدر الله. طيب هو يعني ايه بكتيريا اصلا مضاده للمضاد الحيوي؟ انت دلوقتي لما بيكون عندك مرض يعني بكتيري، فانت بتحتاج انت تاخد له مضاد حيوي. في بعض انواع البكتيريا نتيجه ان احنا استخدمنا المضاد الحيوي كتير، او نتيجه ان هي قدرت تحور من جيناتها فعملت مناعه ضد المضاد الحيوي ده، فكان كل ما يكتشفوا ان البكتيريا حصل ليها مناعه مضاد حيوي يطلع لنا مضاد حيوي تاني الحمد لله يعالج البكتيريا دي. فالبكتيريا في تطور مستمر، زي ما احنا في تطور مستمر هي البكتيريا برضو في تطور مستمر. فانت لما بتعمل لها مضاد حيوي، هي طول ما انت عمال تستخدم المضاد الحيوي هي بتقدر تكتسب ضد المضاد الحيوي ده مناعه. فكان في لغايه هو في مضاد حيوي اسمه كوليستين. هي المشكله ان البكتيريا دي بقت مضاده للمضاد الحيوي ده، ان هي بقى خلاص عندها مناعه المضاد الحيوي ده. بس البكتيريا ده يعني موضوع لسه برضو مش مقلق قوي، لان البكتيريا دي مش منتشره جدا، مش منتشره كتير، وهم في اوريدي في امريكا عملوا استخدموا الكوليستين ده على كذا نوع من انواع البكتيريا مشابهه للحمضيه المناعه دي، وما لقوش ان النوع ده منتشر كتير جدا. فهو حاليا برضو لسه الموضوع، هم خلاص ابتدوا دلوقتي يعملوا دراسة، وفي 3 مراكز بحثية في أمريكا شغالين على الموضوع ده عشان يقدروا يفصلوا الجين اللي جوه البكتيريا اللي هو بيسبب إن البكتيريا يبقى عندها مناعة ضد المضاد الحيوي ده، اللي هو اللي اسمه كوليستين. فممكن يعني أنت تسالني دلوقتي، طب هو انا دوري ايه في اللي بيحصل ده؟ دور حضرتك ان انت ما ينفعش تستخدم مضاد الحيوي زي الملبس. مش اول ما تسخن انا هروح استخدم مضاد حيوي. ابنك مش عارف جاله اسهال، طب انا هديله مضاد حيوي. ابنك بيكح، طب انا هديله مضاد حيوي. نجرب الاول حاجات الطبيعيه، نديله حاجات خافض الحراره، اديله يشرب اي حاجه، يشرب سوائل دافيه، يشرب عصير ليمون، يعمل اي حاجه في حياته. بلاش نبتدي بالمضاد الحيوي. وانا صيدلي وهو بقول لكم ما تاخدش مضاد حيوي من الصيدليه. صيدلي قال لك خد مضاد حيوي عشان انت بتشتكي من اعراضك، ما تاخدوش منه. ما تاخدش مضاد حيوي غير تحت اشراف الطبيب، وغير لما يكون ده الجا له في الاخر خالص. صدقني انت كده بتفيد نفسك وبتفيد غيرك. يعني احنا كتر استخدامك انت كشخص المضاد الحيوي ممكن ياثر على واحد مثلا في بلاد الواء، لان البكتيريا دي بتنتشر في لحظات. ويعني ربنا يكرمنا بقى لغايه ما يخلصوا البحث اللي بيعملوه على البكتيريا الجديده دي، ان هم يعني ربنا يكرمهم يمكن يلاقوا لنا مضاد حيوي جديد يقدر يتغلب على البكتيريا دي. فيعني ارجوكوا قللوا من استخدام المضادات الحيويه شويه. وانا الكلام ده على فكره كنت قلته في فيديو كده من كام يوم، وقلت لكم ما تستخدموش المضادات الحيويه عمال على بطال، لان انت كده بتربي وحش. وممكن تشوفوا الفيديو ده في الفيديوهات اللي قبل كده اللي انا كنت عملتها. يعني ربنا يستر بقى علينا ان شاء الله.